ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. النهارده فيديو مختلف ومميز. ليه بقى؟ لاني بحب قوي الفيديوهات دي. اولا لاني بحب القرايه، وفي نفس الوقت بحب كمان اشتري الكتب المفيده اللي تفيدني وكمان تفيدكم. فحبيت اشارك معاكم جزء كده من الحاجات اللي انا بحبها وبحب اعملها. وكمان جالي يعني اللي انتوا شايفينه ده كان هدايا من معرض الكتاب، وكمان من صفحات كانت عامله مسابقات. فيلا بينا بقى نعرف البوكسات أو الحاجات الحلوة دي المتغلفة دي عبارة عن إيه وفيها إيه. يلا بينا نشوف. أول حاجة كان المستوى التاني جات لي من دار إشراقة للنشر والتوزيع. بصراحة يعني هي بصراحة دار محترمة جدا. وكمان إبراهيم عادل لكل اللي بيذاكر إنجليش وعارف طبعا الأبليكيشن بتاعه، وكمان قناته على اليوتيوب واللي هي ما شاء الله يعني بيدرس فيها ملايين الناس على مستوى العالم. فبجد بجد شكرا. على كان في مسابقة برضو وكسبتها، كانت في رمضان بدون أدنى يعني ما يعرفوا إن أنا عندي قناة وكده. فأنا حبيت أشكرهم في الفيديو ده على كمان إن هم بيشجعوا الناس على القراية، وأنا اللي اخترت الكتاب وكمان بعتهولي في شحن، وكان بصراحة التعامل حلو قوي وراقي يعني. فبجد من موقع هذا باشكرهم. أنا كنت جايبة منهم أصلا كتاب المستوى الأول، كسبت المستوى التاني وكمان جبت المستوى التالت، فبجد شكرا. وفي نفس الوقت كمان الكتاب نفسه هيفيدكم، مش بس الكورس. ف هافتحه معاكم كمان واوريكم الكتاب من جوه عامل ازاي. وبنصحكم ان انتوا تشتروا المجموعه كامله، لانها هتفيدكم مش بس ان هو في تمارين على كل درس او كل ليسون. هو بيشرحه بطريقه مبتكره، وزي ما انتوا عارفين طريقه مستر ابراهيم عادل الغنيه عن التعريف. هو كمان ضايف في الكتاب ده الاسئله والحاجات اللي انت ممكن ترجع لها او انت ممكن ترجعي لها. فهوريكم كده نبذه عن الكتاب عشان كمان تستفيدوا، وفي نفس الوقت أشجعكم إن أنتوا تشتروه زيي. أول حاجة أنا يعني عايزة أتكلم عن جمال الصراحة الكفر بتاع الكتاب جميل قوي. هو يعني بصوا معمول كده كأنه ستيكر أو ليزر، فباين كمان الحروف ومدية وكده 3D للكلام. فبصراحة حلو قوي، تحفة. فبجد شكرا لمستر إبراهيم، وشكرا لدار إشراقة أصلا إن هي طبعت الكتاب وخلتنا كمان نستفيد مش بس من الكورس، كمان من الكتاب. بصوا بقى يعني جمال الكتاب، كورس تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. هو برضو مقسم هنا كورس الصوتيات وعامل لك الفهرس بتاعه. تمام. وهتلاقوا بقى هنا معمول بألوان عشان تساعدك قوي ان انت تلقط المعلومة، او بالذات ان انت يعني في حاجات بتبقى مهمة. فهو عاملها كده ببونت تاني او بقلم تاني عشان تاخد بالك منها. وده بالنسبة لكتاب مستر إبراهيم عادل. بس وتعالوا بقى نشوف الجفت اللي برضو كسبته من مسابقات في الدورات المختلفة في معرض الكتاب. يلا بينا على طول. ده بقى دار تشكيل للنشر والتوزيع، برضو كانت عاملة مسابقة بس كان قبل معرض الكتاب. فبرضو بدون أي ما يعرفوا إن أنا عندي قناة ولا أي حاجة، اشتركت كأي شخص عادي وكسبت. فكسبت بقى الكتاب ده، عالم جديد شبهي، للدكتورة إيمان العسيلي. بصراحة الكتاب شدني الاسم بصراحة. دكتورة إيمان معروفة بكتب التنمية الذاتية، فبصراحة عجبني الكفر وعجبني الاسم، وكمان التغليف بتاع دار التشكيل بصراحة عجبني. وكمان عندهم برضو الشنطة، كل حاجة عندهم حلوة بصراحة. فأنا هفتح معاكم الكتاب بقى ونقرا بقى جزء كده منه، أو نقرا حتى اللي ورا يعني، نشوف الكتاب بيتكلم عن إيه. أنا حبيت برضو إن أنا أفتحه معاكم. أنا بقالي كتير جدا جدا نفسي أعمل الفيديو ده وأفتح معاكم الحاجة والكتب وكده. فالحمد لله جه الوقت بقى إن أنا أوريكم بقى الحاجات الحلوة اللي أنا كسبتها، واللي أنا مبسوطة إن الدارات يعني بتاعة المعرض أو عامة يعني مش هاممها خالص إن أنت تشتري كتاب، قد ما هاممها إن أنتوا أصلا تقروا. يعني ممكن تديكوا كتاب فور فري بس عشان تقروا. فبصراحة عجبني. وهوريكم بقى، تعالوا نقرا يعني الفهرس بتاع الكتاب ونبذة عن الدكتورة إيمان. بقول لك بقى إن الكتاب ده الخروج من دايرة الراحة ممكن يبان مغامرة مرعبة أكتر منها خطوة شجاعة. اللحظة اللي بتقف فيها قدام التحدي تبقى مليانة سرعات. يا ترى أنا فعلا جاهز؟ أنا قوي كفاية؟
وكل صوت جواك بيحاول يشدك لورا للمكان اللي متعود عليه، اللي حافظه ومطمن فيه. بس اللي محدش بيقوله هو إن اللحظة اللي بتاخد فيها الخطوة حتى لو بخوف هي اللحظة اللي بتتفتح فيها على نفسك وبتكتشف فيها جوانب جديدة منك، جوانب عمرك ما كنت تعرف إنها موجودة فيك، قوة عمرك ما استغلتها، وإحساس غريب إنك كنت قادر من زمان بس كنت محتاج تاخد الخطوة دي عشان تصدق. وكل ما تبص لورا تسأل نفسك أنا ليه ما خرجتش من زمان. بس ده نبذة عن الكتاب، فما بالكم بقى الكتاب نفسه، يعني ده حتة من الفهرس أو زي ما بيقولوا مقدمة أو حاجة كده عشان تشد القارئ إن هو يقرأ، فما بالكم بقى اللي جوه الكتاب. دكتورة إيمان طبعًا دكتورة صيدلانية، إيمان العسيلي، ومعالجة نفسية، مدربة صحة معتمدة، تمتلك خبرة بتزيد عن 10 أعوام في الإرشاد النفسي والتدريب الصحي، وكمان مدربة يوجا وكاتبة. صدر لها عدة أعمال أدبية منها رواية البوابة رقم 5 اللي قراها، دي المجموعة القصصية آيس كريم بكراميل، طبعًا غنية عن التعريف، وفي مجلة ما لا يخبرك عنه الأطباء النسخة العربية. وكمان هي بتسعى من كتاباتها وبرامجها التدريبية في مساعدة الأفراد على تحقيق التوازن النفسي والجسدي والوصول لحياة أكتر صحة وسعادة. فشكرًا بجد دكتورة إيمان عن الكتاب ده، بصراحة متشوقة إن أنا أقراه، وإن شاء الله، إن شاء الله أعمل لكم برضه review عنه، وأقول لكم الكتاب حلو يعني قد إيه، وأقول لكم برضه ملخص عنه، بس إن شاء الله لمّا أقراه فانتظروني. عالم جديد شبهي. وطبعًا اللي عايز بقى يشتري أي حاجة من دار تشكيل أنا برضه هاسيب لكم الlink بتاعهم في الdescription تحت وفي أول تعليق مثبت عشان لو حابين تشتروا أي حاجة من عندهم. يالّا بينا بقى نشوف اللي بعده. وبرضه من الدارات القريبة لقلبي واللي باحب منها إن أنا أشتري حاجات وكُتب، هي دار الرسم بكلمات للنشر والتوزيع. برضه كانت عاملة مسابقة قبل معرض الكتاب، وبرضه أنا أخدت كتاب منهم، بصراحة مبسوطة جدًا، جدًا. خدت بقى كتاب برضه لتنمية ذاتية، أنا باحب أوي كتب التنمية الذاتية، فهتلاقوا مكتبتي حاجات فيها تنمية ذاتية كتير أو تنمية بشرية. ليه بقى هاجر سرحان، خدت 30 وصفة في 30 يوم لصناعة السعادة. الكتاب شدّني بما إنّي باحب اللون الpurple أو اللون البنفسجي وطبعًا فراشات بقى وحاجات حلوة كتير، فقُلت ليه لأ، لمّا آخُد الكتاب ده وأشوف هو بيتكلّم عن إيه. وبرضه كتاب شدّني وأسلوب الكاتبة بصراحة جميل، اللي ما يعرفش هاجر سرحان هي بتعمل كُتب برضه تنمية ذاتية كتير، ويالّا بينا نشوف بقى إيه الكتاب بيتكلّم عن إيه. طبعًا برضه دار الرسم بالكلمات هي غنية عن التعريف، برضه الpackage بتاعها حلو والشنطة، وكمان التغليف برضه بتاع الكتاب عجبني. فيالّا بينا بقى نشوف الكتاب، نفتحه كده، بسم الله. ممكن أجيب مقص بقى عشان هنا جامدة شوية. تعالوا بقى نفتحه مع بعض. بُصّوا، أول حاجة هو كتاب عسول أوي بصراحة، فيالّا بينا بقى نكمّل فتحه مع بعض. بُصّوا بقى حلاوة الكتاب بصراحة تحفة جدًا، جدًا، عجبني. بُصّوا، بُصّوا بقى من ورا، تعالوا بقى نقرا هو مضمونه إيه. بيقول لك إيه، السعادة تصنع ولا تُنتظر، تأتي السعادة بالتدريب والبحث والإصرار على إيجادها، وللسعادة وصفات ومقادير لصنعها، تمام؟ فمن وجد السعادة وبرع بصناعتها لنفسه وشعر بها في التفاصيل الصغيرة ووسط المتاعب والمشاق التي تقابله في الدنيا، استطاع نشر السعادة والشعور بتلك السعادات الكبرى التي لطالما انتظرها. فبصراحة حلوة جدًا، مضمونه حلو، إن أنت بتعمل وصفات للسعادة، فدي حاجة يعني مغزى حلو جدًا وأسلوب جميل في اختيار الكلمات. هاجر سرحان معروفة باختيار كلماتها، والمغزى بتاع الكلام بتاعها في منتهى الجمال ومنتهى الرقي. فإن شاء الله، إن شاء الله برضه هاقول لكم review عنه لمّا أقراه، وأقول لكم برضه ملخص عن الكتاب كله بيتكلم عن إيه لمّا آجي أقراه إن شاء الله. تعالوا بقى نشوف إيه الكتاب اللي بعده. وبرضه من الدارات القريبة لقلبي وهي بيت الكتب. بيت الكتب برضه عندها تشكيلة حلوة جدًا من الكُتّاب واللي بيكتبوا فيها، وبصراحة برضه أنا باحبها الدار دي، لإنها برضه فيها مجموعة كتب حلوة جدًا. فأنا برضه كسبت منها برضه، كانت عاملة مسابقة في
قبل معرض الكتاب وكسبت الكتاب ده والbook mark ده. أنا مبسوطة. الbook mark it's a good day to read. عجبني. وحاطين طبعًا هنا الdetails بتاعة بيت الكتب كلها، سواء فيسبوك، إكس أو تويتر، إنستجرام، تيك توك، وعندهم كمان في يوتيوب. بُصّوا كده، وأنا برضه هاسيب لكم كل الحاجات اللي أنا باتكلم عنها دي في الdescription تحت في أول تعليق مثبت، عشان لو حابين تشتروا منهم أي كتاب. فالكتاب بقى اللي أنا كسبته هو مجموعة أدوات الغضب. بُصّوا هو شدّني. أولًا الكتاب تحفة، يعني بُصّوا هو أصلًا مترجم للناس دي، اللي هو ماثيو ماكاي وبيتر جرازر. يعني بُصّوا ما تتريقوش على نطقي لإني مش عارفة أقرا الكتاب دول، بس أنا قريت لهم قبل كده. ف ترجمة برضه آلاء عمارة، برضه شُفت لها ترجمة كتير في كُتب كتير فعجبني. ف حبيت الكتاب، فجالي gift. وطبعًا كل الgift اللي أنا حصلت عليها ده كان من اختياري بصراحة. الدارات يعني زي ما قُلت لكم ناس لطيفة جدًا، بتساعدكم إن أنتم تختاروا، لو مش عارفين تختاروا كتاب معيّن هم بيرشحوا لكم كُتب. فبصراحة شكرًا للموقع هذا إن هم أصلًا عندهم سعة صدر إن هم يشوفوا كمان القُرّاء بتوعهم بيحبوا يقروا في إيه ويساعدوهم. تمام. فبقى تعالوا بقى نتكلم على الكتاب ده، مجموعة أدوات الغضب. ال الرسمة أو الcover شدّني. طبعًا يعني مش محتاج، مش محتاج يقول عن نَفْسه هو إيه يعني. The Anger Toolkit. فيالّا بينا نشوف برضه الكتاب ده بيتكلم عن إيه. بيتكلم عن كيف يمكنك التحكم في غضبك قبل أن يسيطر عليك. إذا كنت تعاني من مشكلة الغضب فأنت لست وحدك. طبيعي كلنا بنزعل وكلنا بنغضب. قد يكون الغضب عاطفة مفيدة في بعض الأحيان، حيث يدفعنا للدفاع عن أنفسنا أو الأشخاص الذين نهتم بهم، أو للدعوة لقضية نؤمن بها. ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يصبح الغضب شديدا ويؤثر في العلاقات والعمل والصحة. بيعمل بقى إيه الكتاب ده؟ بيقدم لك كتاب أدوات الغضب، مهارات وتمارين وأدوات مستندة إلى العلاج السلوكي المعرفي CBT، والعلاج السلوكي الجدلي DBT، والعلاج بالقبول والالتزام ACT. وهذا الدليل الفعال يساعدك على توقف عن السماح للغضب بالسيطرة على حياتك، وكمان يحتوي على كل ما تحتاج إليه لكي تكون هادئا ومسؤولا عن عواطفك. مايثو مكاي. بُصّوا لو أنا بانطق نُطق كده فصلّحوا لي عادي في الكومنتات يا جماعة. هو حاصل على درجة الدكتوراه، وبيشغل منصب أستاذ علم نفس في معهد رايت في بريكلي، كاليفورنيا. وهو أيضًا مؤسس عيادة بريكلي للعلاج السلوكي المعرفي، وقد قام بتأليف والمشاركة في العديد من الكتب، منها كتاب تدريب مهارات العلاج السلوكي الجدلي، وتقدير الذات، ومهارات الزوجين بيتباع أكتر من 5.000.000 نسخة منها. بُصّوا بقى نفتحه مع بعض. يعني هو كتاب أصلًا تحفة زي ما قُلت لكم. يعني بُصّوا كمان يعني تحس إن أنت عايز تقراه. وبرضه بُصّوا زي ما قُلت لكم الcover برضه عامل زي كده glitter أو حاجة بتلمع كده، زي برضه كتاب مستر إبراهيم عادل. بصراحة عاجبني جدًا، جدًا. هاقراه برضه وأقول لكم رأيي إن شاء الله، وهيبقى في كمان يعني فيديو تاني للكتب دي وأقول لكم فيها رأيي عبارة عن إيه. قولوا لي بقى تحت في الكومنتات أنتم جبتوا إيه من معرض الكتاب، وترشحوا لي إيه أقراه برضه. لو أنا حابة أجيب كتب تانية. وبرضه أنا باحب الروايات عادي، بس يكون فيها فكرة يكون فيها مضمون كده، وأنت حاجة تشدك تكملها للآخر. برضه اكتبوا لي تحت في الكومنتس. وتعالوا بقى نشوف الكتاب اللي بعده. وطبعًا الكتاب الغني عن التعريف واللي الناس كلّها كانت بتشتريه في معرض الكتاب حرفيًا، وهو أبادول. أبادول لدكتورة حنان لاشين، الغنية عن التعريف برضه، اللي بصراحة كل مرّة بتجذبنا إن إحنا نشتري كتابها وإحنا مغمضين حرفيًا. فأنا متحمسة جدًا للكتاب ده وإن أنا أقراه، وهاقول لكم برضه رأيي. بس الكتاب ده برضه المرّة دي أنا كسبته مش من دار عصير الكُتب، لإن هو أصلًا الإصدار من عصير الكُتب، بس أنا كان نفسي أجيبه أوي. فهو جالي كgift من صفحة أو مكتبة دُكان سعادة. المكان ده جميل جدًا يا جماعة، بيبيع حاجات خطيرة. برضه هاسيب لكم الlink بتاع صفحتهم على الفيسبوك تحت في الdescription تحت لو حابين أي حاجة. هُم بيبيعوا كل حاجة حرفيًا. حاجات بقى سواء حاجات مكتب، حاجات إن أنتِ تدلّعي بيها نفسِك، perfume، كل حاجة، مَج حراري.
حاجات cute أوي وعسولة للبنات أصلًا، وكمان كانوا جايبين حاجات كده كُتب أصلًا في معرض الكتاب بتاعة معرض الكتاب عشان يفرّحوا الfans بتوعهم. فأنا برضه كسبت الكتاب ده منّهم وأنا فرحانة جدًا ومبسوطة أصلًا إن هُم يعني ناس في منتهى برضه الذوق والرقي باتعامل معاهم يعني. فشكرًا جدًا بجد يعني، وإن شاء الله برضه هاقرا الكتاب ده وأقول لكم رأيي فيه، وأكيد رأيي أو شهادتي جارحة يعني، دكتورة حنان لاشين حاجتها تحفة عامةً. فتعالوا برضه يعني أحمّسكم شوية ونقرا حتّة من الكتاب ده من ورا، تعالوا نفتحه مع بعض ونقرا برضه حتّة، يعني بُصّوا يعني أنا مش هارميكم من حاجة النهارده. مكتوب إيه بقى؟ في بقعة من بقاع مملكة البلاغة وحيث الضباب الكثيف يلف كل شيء وقد لاحت به خيالات غامضة وكأن فرسان الأزمنة التليدة يمرون به وقف حفيد أبدول الأكبر وقلبه يختلج بين أضلاعه والدموع لا تزال عالقة بأهدابه اخترق صوت الشيخ الجليل أذنيه ويقول بصوت مفعم بالحزن ابسط يدك يا أنس لابد من القسم فالأمر جد خطير أرجوك ردد خلفي عهد المحاربين وما أنس ورمش بعينيه في صمت وكأن قلبه يخفق خفقة واستعد لترديد ذلك القسم الذي ردده جده من قبل ليكون عهدا يلتزم به للأبد. بل شفتيه وردد خلفه أقسم برب الأرباب ألا بوح بسر مدينة الأسباب. فبصوا يعني بصوا أصلا المقدمة عاملة إزاي فما بالكم من الكتاب من جوه. فبصراحة شكرًا جدًا، جدًا دكتورة حنان، ومجموعة كاملة أهي. أنا بصراحة مبسوطة إن أنا جِبت برضه المجموعة دي أو الدكتورة حنان لاشين أنا باحب أوي أقرا لها، فشكرًا جدًا، جدًا. مكتبة دُكان السعادة. يالّا بقى نشوف برضه اللي بعده. وأخيرًا برضه أنا كسبت الكتاب ده اللي هو كاريزما الحوار، كان نفسي فيه جدًا، جدًا، جدًا. وبصراحة برضه أنا كسبته أو جالي كgift من راكوندا فور بوكس برضه هم مكتبة في إسكندرية، ليهم فرع في إسكندرية هناك أو هم في إسكندرية أصلًا، وهاسيب لكم برضه الlink في الdescription تحت في أول تعليق مثبت عشان لو حابين تشوفوا الكتب اللي عندهم، وكمان أسعارهم حلوة جدًا، سواء بقى أي دار من الدارات اللي أنا قُلت لكم عليها دي كلها أو اللي أنا كسبتها من خارج معرض الكتاب برضه، ف بصراحة كلهم عندهم تعامل ذوق جدًا واحترام وبجد قمة في الروعة. فأنا بُص بقى هاورّيكم بقى، كمان ادّوني الbookmark ده بصراحة ذوق أوي، فتعالوا بقى نفتح مع بعض الكتاب ده برضه وأورّيكم شكله عامل إزاي. أول حاجة هنا عندما نجمع الكتب نجمع السعادة. حلوة أوي، يعني عجبتني بجد شكرًا، شكرًا راكوندا يعني والله ما قصّرت. عندما نجمع الكتب نجمع السعادة فعلًا يا جماعة بجد هتفرحوا جدًا، حاطين برضه الdetails والتفاصيل بتاع وأرقامها وكده لو حد عايز ياخدها برضه screenshot وهُم بيشحنوا جميع أنحاء مصر، عندهم إيميل وعندهم رقم تليفون وعندهم واتساب وعندهم إنستجرام وفيسبوك، وبرضه هاسيب لكم الlink في الdescription تحت في أول تعليق مثبت عشان لو حد عايز يشتري منهم حاجة. كاريزما الحوار. برضه ترجمة رانيا صلاح وهو من دار دَوْل. تعالوا بقى نعرف تفاصيل عن الكتاب ده. الكتاب ده بيقول لك: هل تشعر بالتوتر عند الحديث مع الغرباء؟ هل تجد صعوبة في بدء المحادثات؟ ما الذي يجعل بعض المحاورين بارعين بينما يبدو آخرون مملين؟ السر كله بيكمن في كاريزما الحوار. هذا الكتاب هو دليلك العملي لاكتساب مهارات التواصل الفعال وبناء حضور قوي أثناء الحديث مع الآخرين. في هذا الكتاب قاعدة الأجزاء الثلاثة لخلق حوارات متوازنة تترك انطباعات قوية لدى الطرف الآخر. استراتيجية ARE لتجنب فشل المحادثات القصيرة وبناء روابط فورية تجعلك كيف تتحكم في لغة الجسد المؤثرة بإيماءاتك وتعبيرات وجهك لتعزيز كلامك. أهم الكلمات السحرية لبدء حوار جذاب وفعال مع أي شخص. تعلم إدارة المحادثة بطريقة ذكية وتحكم في توقيتات الإصغاء والصمت بأساليب مبسطة ومباشرة من خلال خبير التواصل باترياك كينغ. تقدم هذا الكتاب الملهم والمليء بالتقنيات العملية لفهم فنون الحوار وتعزيز ذكائك الاجتماعي وكمان ترك أثر إيجابي لدى الآخر خاصة في محادثة اللي هي لأول مرة. بصوا بقى يعني هو الكتاب ده أو الشخص اللي عامل الكتاب ده اسمه باترياك كانغ. باترياك كانغ ده من أشهر الكتاب والمدربين في فن المحادثة وفن التواصل في سان فرانسيسكو،
وتعد كتبه من أكتر الكتب مبيعًا على أمازون، وصدر له عن دار دَوِّن عدد كبير من الكتب التي حُذيت بإعجاب القراء، وتصدرت قوائم الأكثر مبيعًا، منها توقف عن إرضاء الآخرين، تحدث أمام الجميع بجاذبية، واقرأ الناس كأنهم كتاب، فن التأثير على الآخرين، وفكر كأنك طبيب نفسي. وطبعًا الغلاف الجميل هو كريم آدم. مكتوب مهارات التحدث بطلاقة مع أي شخص، طرق بدء وإدارة الكلام. طبعًا برضه أنا حبيت الكتاب وحبيت كمان شكل الcover، وبانصحكم برضه إن أنتم تشتروه. هاقول لكم برضه رأيي عنه بعد برضه لمّا أقراه عشان آخد صورة كاملة عن الكتاب، وأقول لكم كمان إيه أكتر حاجة جذبتني في الكتاب، وعامةً الكتب كلها يعني إيه أكتر حاجة حبيتها في الكتب. فبصراحة أنا مبسوطة جدًا ممتنة لكل دار نشر أو كل مكان ادّاني gift كتاب، أي حاجة تانية يعني جنبها طبعًا. فبُصّوا بقى، وأنا برضه في معرض الكتاب وأنا ماشية، حد ادّاني ده اللي هو 2 bookmark. فبرضه أنا مبسوطة. لا تتوقف إلى أن تصبح فخور بنفسك، لا تتوقف إلى أن تصبح فخور بنفسك. عجبتني أوي والdesign برضه حلو، وده كان ميدو store. ميدو ستور كان perfume and accessories. فبصراحة عمل حاجة كده لفتة حلوة إن هو يعرّفنا عن الbrand بتاعه، وفي نفس الوقت يدّينا حاجة حلوة نحطها بقى في الكتب وكده. بس كده أنا خلّصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو لسه أول مرّة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد منّي، وأشوفكم في فيديوهات جديدة من shopping ست البنات، وباي باي.